انا ما قعدتش في فتره جواز 17 يوم على بعض. انت استفدت ايه اما بتودي عزال بنتك في 20 عربيه والدنيا والبلد كلها واقفه في فرح في عزال بنتك، تيجي بعد الجواز اتطلقت بنتك، العزال كله اتجمع في عربيه واحده. جوازه مصالح، جوازه بيزنس نفعت، احنا بننفع معاها وبنطلع معاها وبنعلى معاها. اقسم بالله قلت الجوازه دي ما هتتم، هتجيب علينا بنزيم والله بعد الجواز، هتجيب قرف علينا. بس قلت يا ابني جايز ربنا يغير كل حاجه واختيار وكلامك ده يكون في الفاضي، واللي انا حسبته يا استاذ سعودي طلع صح. كتبوا 650,000 ليه؟ كتبوا 700,000 جنيه ليه؟ انت عشان تامني حق بنتك او عشان تامني مستقبل لبنتك؟ انا كواحد تعبان من اللي بشوفه قدامي. انا اللي عندي الان مش مصدق اللي عنده وقتنا هذا، يعني 7 شهور في جواز اهو، مش مصدق ان انا ماضي على قايمه. العقبه كلها عندي في القايمه يا استاذ سعودي، الحاجه دي كلها في انا بعظف اللفظ في الزباله مش عايزها، لكن قايمه ليه؟ فرضنا لا قدر الله حصل طلاق وطلقت ووصلنا لموضوع القايمه ديت، هل انا هدفع المبلغ ده يا استاذ سعودي؟ لازم يا استاذ سعودي نحسن الاختيار، ولازم نشوف التربيه، ولازم نشوف البيت نفسه، لازم نشوف مين اللي ماسك البيت، مين اللي ماسك المركب، مين اللي شايلها، الاب ام الام. انا عندي اللي ماسك المركب الام يا استاذ سعودي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. سعودي اخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير، اتفضل. انا كشخص ما النسب نفسه تربيه غير لائقه. انا بتكلم عن نفسي، انا عندي النسب غير لائق بسبب التربيه، بسبب الاسلوب، بسبب التعامل، بسبب ما فيش اخلاق، ما فيش اصل. يبقى والدتي مثلا متعامله معاها زي بنتها، بتعاملها زي بنتها، ويشهد الله ده بيزيد عليه غير النفس. تمام. اعملي يا بنتي كل كلام عادي جدا. هي المدام صغيره في السن، معاك صغيره في السن، احنا اخطأنا في النسب. ليه؟ والدتها ست مكافحه وشغاله على دراعها ومن زمان شغاله، فالمدام برضو معاها في الاطار ده، واخده على التعامل الخارجي، تعامل المصنع وتعامل الشغل. خلاص انت رايحه بقى حياه تانية، مسؤوليه تانية، جواز وكلام من ده. لازم تتعاملي مع جوزك بكل ادب وكل احترام، حتى لو في غلط. تمام. بيكون في اسلوب بس معلش انا مش عايزين كلام فيه تجريح عشان خاطر الساده المشاهدين. معلش بعتذر يعني على ان انا بقطعك. انا يا باشا انا ما بجرحش، انا بتكلم معاك عادي طبيعي عادي. انا عايزك تحكي لي قصتك، يعني عايزك تحكي لي قصتك، ايه اللي حصل معاك يعني بناء على الكلام اللي انت بتقوله ده. القصه معايا وحشه خالص يا استاذ سعودي، وحشه خالص. انا عشان اجيب لك القصه من البدايه هتفهم الموضوع. تمام، مع احترامي لحضرتك. طب ممكن عشان الساده المشاهدين يفهموا. انا بتكلم في بند القايمه، انا ماضي على مبلغ كبير. المبلغ ده اتكتب ازاي؟ طب الورقه القايمه دي نفسها يعني وش وظهر ووش وظهر، اربع ورقات، ورقتين الاثنين وش وظهر وش وظهر. تمام، مردومين كلام. اجي ابص الحاجه طبعا انا كشخص ثاني شقتي صغيره، هل اللي مكتوب ده كله هل هو مذكور في الورقه او جاي في الشقه مثلا يا استاذ سعودي؟ طبعا انا ما اعرفش عشان كنا في لبخه وكده. تعالى القايمه، رقم القايمه نفسه 650,000 جنيه خلاف 3 حتت ذهب. طب انا شغال ايه عشان ادفع 650,000 جنيه او امضي عليهم؟ المستويات كلها يا استاذ سعودي. يعني مثلا احنا شاريين راجل، اما بنشتري حاجه اسمها راجل، يعني مثلا يعني بيقول لك خدوهم فقراء يغنيكم الله، او تدينوا زي ما بيقولوا في القران الكريم. تمام. يعني ما تشدش قوي، المبلغ ده كبير. طب المتوسط 350,000، ما حاجاتك بتضاف عليه، الذهب بتاعك بيتضاف القايمه، كل ده بيتراكم عليك يا استاذ سعودي. انت ايه اللي خلاك مضيت على 650,000؟ والله العظيم 3. انا كان قاعد عمامي في قلب المكان ده، في قلب وضع كاتب الكتاب. كانت الشقه مليانه كلها حريم، ودي خصله عندنا في القرى، بيكونوا واقفين يهللوا ويطبلوا ويسقفوا على ايه انا مش عارف. في الوقت ده يا استاذ سعودي ما فكرتش في حاجه خالص، فكرت ان ازاي الرقم ده مكتوب. خد يا عم شوف الورقه ديت، الرقم ده كبير. انا لدرجه في فيديوهات متصوره للكلام ده وبدور عليه مش لاقيها. خد يا عم شوف الورقه ده، الرقم ده كبير، والمأذون قاعد. المأذون ما فتحش بقه، قال لي الورقه معاك، تمضي على راسي ما تمضيش برضه على راسي براحتك. عم قال لي اعتمد على الله، ده اللي ماشي. والله يا استاذ سعودي القلم مضى لوحده، يا تصدق ما تصدقش. جيت خلصت. تمام. خلاص. كان قبل كده في موضوع الكوافيرات والكلام ده كله طبعا في طمع بزياده. يعني المدام بتاعتي لها اخوات،
تمام. انت واخده اخواتك فساتين ليه؟ انا بجيب لمراتي الهدايات، انا بجيب لمراتي، اجيب لاخواتك ليه؟ طب حاجات داخليه، حاجات خارجيه، حاجات للشقه، انا بجيب للبيت، اجيب لك ليه؟ او اجيب للبيت عندك ليه؟ انت فاهمني؟ ما دي برضو كلام يا استاذ سعودي، عشان الساده المشاهدين لما يسمعوا الكلام ده يبقوا عارفين ان الراجل اللي جاي يتقدم لبنتهم دمت ما هو شغال وزير، ما هو شغال مدير مالي، فاهمني حضرتك؟ انا ما قعدتش في فتره جواز 17 يوم على بعض. دخول طلوع بسبب اهلها وقرايبها داخلين طالعين علينا. انا اجازتي متحدده عشان موضوع السفر وموضوع شغلي، والله 17 يوم اللي قعدتهم، قول 10 ايام اللي قعدتهم. طب ده ينفع؟ ده في شرع مين؟ ده في شرع مين؟ ابقى قاطع شهر ونص عشان الفرح، ما اقعدش فيهم الا 10 12 يوم؟ طب ده ينفع بسبب اخواتها؟ بسبب التربيه؟ مفيش اسلوب خالص، اسلوب حضاري مفيش، اصل مفيش. خلوا عندكم يعني، مش عايزين نطلع لفظ وحش، مش عايزين نغلط. لا مش عايزين نغلط، مش عايزين نغلط بالله عليك. يعني عشان برضو ايه يعني. ملخص كلامي كله يا استاذ مع حضرتك عشان البرنامج. انا بكلم الساده المشاهدين، اختاروا صح، احسنوا الاختيار، تمام. ما يغركش البنت من جمالها الخارجي حلوه واسلوبها حلو وكلام من ده، دي في البدايه بتكون سهله جدا، لكن وقت الجد اما تمضي وتاخد لا مؤاخذه يعني، تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، هتخش في الجد هتلاقي الغميق جاي وراك، هتتعب. انا كواحد تعبان من اللي بشوفه قدامي. انا اللي عندي الان مش مصدق اللي عنده وقتنا هذا، يعني 7 شهور في جواز اهو، مش مصدق اللي انا ماضي على قايمه. العقبه كلها عندي في القايمه يا استاذ سعودي، الحاجه دي كلها في يعني باظه في اللفظ في الزباله، مش عايزها، لكن قايمه ليه؟ فرضنا لا قدر الله حصل طلاق وطلقت ووصلنا الموضوع القايمه ديت، هل انا هدفع المبلغ ده يا استاذ سعودي؟ لا بس انت اخطأت، يعني ان انا امضي على قايمه بالطريقه دي. ما انا لازم ابص اشوف القايمه بتاعتي ايه اللي موجود فيها. انا معاك، اخطات على يعني من ضمن الكلام. لسه مكلم جماعه من اهل الوقت في الموضوع ده، قالوا لي بس احنا اخطانا، هنعمل ايه؟ احنا بنعالج في الموضوع، ودي سبب اختيارنا من البدايه، بس الله يسامحهم اللي كانوا السبب عشان ما نغلطش فيهم، تمام. وبنقول قضاء وقدر، واللي عايزه ربنا بيكون، تمام. فانا طالب من حضرتك يعني ان انا اقول كلمتين للناس، بالله عليكم موضوع الطلاق في البلد كتر بسبب خروج البنت بدون اذن جوزها، بسبب تعامل البنت مع حماتها. قعدت خاطب قد ايه؟ خطبت قد ايه؟ بقى 3 شهور، الخطوبه 3 شهور، والشهر الرابع استعجلوني عشان موضوع الكوافير. قلت لهم اما انزل اقعد مع بنتكم. ليه؟ عشان هو انت ما شفتهاش؟ في الموضوع ده هو بهدلني زياده، خلينا قلت لهم روحوا احجزوا. والله يا استاذ سعودي قعدت معاها 2 ساعتين زمن، واخواتها قعدوا معانا، اقسم بالله قلت الجوازه دي ما هتتم، هتجيب علينا بنزيم، والله بعد الجواز هتجيب قرف علينا. بس قلت يا ابني جايز ربنا يغير كل حاجه، واختيار وكلامك ده يكون في الفاضي، واللي انا حسبته يا استاذ سعودي طلع صح، اقسم بالله. في اول قعده ليا معاها، تمام، يوم التصريره التليفون، عملوا حوار ان التليفون بتاعها اتسرق، وحماتي واقفه قدامي يوم التصريح وانا قاعد معاها في قلب الغرفه. قلت لها يا بنتي اسبوع لو التليفون ده ما ظهرش اللي انت قلت عليه اتسرق، وعملوا عياط ونزلوا بنت تحت عشان تعيط وتعمل اللي هي بتدور وكلام من ده، وفي الاخر التليفون ما ظهرش. قلت لها يا بنتي ظرف اسبوع، اما اسافر انا ببعت لك التليفون. قسما بالله يا استاذ سعودي، قسما بالله بعت لها تليفون فوق ال 16000 جنيه عليا، انما انا بكلمك حاليا وتليفوني كسر شاشه، يا تصدق ما تصدقش. خطبتها 3 شهور، واما نزلت اما حددنا الفرح نزلت، تمام، نازل قبل الفرح ب 15 يوم ب 20 يوم. قعدت معاها 2 ساعتين زمن، ويوم ساعه كده لعند ما قربنا اتلبقنا في الكتاب والحاجات دي. ودي اول رساله يا جماعه. يعني هو انا لما اخطب لازم اخد فرصتي واخد وقتي الكافي اللي اقدر فيه ان احكم على البنت دي. يعني مش عايزين كلنا نغلط، يعني احنا بنحكي يعني سيبنا نكمل بس. احنا عندنا عاده وتقاليد في القرى بالاخص، ان الخطوبه لو طولت زياده عن 6-7 شهور بتحصل كوارث. بمعنى ده ما بيهتمش بيا، ده ما بيكلمنيش، ده انا بكلمه مشغول، ده فاتح نت ما بيتصلش بيا، ده كذا، حش يا ماما، حش يا بابا، انا مش عارف اتعامل معاه، كذا. انت فاهم وجهه نظري؟ ما بقول لك ايه، عشان يتعرفوا على بعض، عشان يفهموا بعض، عشان يفهموا طبيعه بعض هما الاثنين، وبناء عليه يتم القبول او يتم الرفض. طبعا الرفض فعلا. انا ابن عمي نفسه خطب 2 سنين، بس ابن عمي كان عنده مبدا ان هو مشغول في الحفلات وكلام من ده، فقالوا انت فين؟ ده انا مشغول، هكلمك وقت تاني. الحمد لله الخطوبه عدت بتاعه. احنا لا بنرجح انها تطول قوي ولا انها تقصر قوي. كمان حضرتك انت كنت مسافر، وعشان اي شاب بيسمعنا دلوقتي، لو انت مسافر
لو انت في متغرب في اي مكان، ارجوك لما تيجي تخطب لابد انك تاخد وقتك الكافي، على الاقل انك تقعد مع خطيبتك دي شهر. يعني لما ترجع بلدك حدد فرحك بعد ما تنزل بلدك بشهر. يعني ما ينفعش ان انت تنزل بلدك في الوقت اللي تنزل فيه تتجوز فيه في نفس الاسبوع. يعني كل معاملاتك كانت مجرد تليفون، كانت مجرد. يا جماعه الجواز مش كده. يعني الجواز مش انا كده. معاك. انا اؤيد يعني حضرتك في الكلام ده كله، ودي غلطتنا. وسبب التسرع ده والدتي برضو مع حد من السكان اما خدوها هناك، قالت لها في بنت حلال تعالي نشوفها وكلام من ده سبب التسرع. قلت لها يا والدتي مش عايزين حد دلوقتي، مش ما بندورش على حد دلوقتي، سيبينا بمنزل واختار براحتي واخد كفايتي. لا وما ينفعش عشان الناس هتتكلم علينا وكذا وكذا. هذا سبب الاختيار يا استاذ سعودي، وهذا سبب التسرع اللي احنا بنتكلم فيه. ولحد الان في مشاكل، ولحد الان هي غضبانه تمام. والمفروض ان في جماعه رايحين يتكلموا من عندنا تمام. طب فرضنا وقفت على الطلاق وعايزه تتطلق، فين؟ تعالى بقى، رجعنا لموضوع القايمه تاني. طب تعالى بقى انا هشتكيك واعمل لك. انا كراجل وضعي قدام الناس هيبقى عامل ازاي؟ انت اللي مضيت، مش انت عملت فيها راجل ومضيت اشرب. ده عندنا برضو مثل في الكرة بيتقال كده، وهتشوف بنفسك التعليقات. انت فاهمني؟ لا، هو موضوع القايمة ده اصلا موضوع، يعني هو مش من السنة اصلا على فكرة. يعني هو مش من السنة اصلا موضوع القايمة نفسه. يا باشا يعني هو مش موضوع مذكور القايمة اصلا، مش يعني مذكور. يعني انا موضوع امبارح متابع على اليوتيوب على كذا محامي وهو بيتكلم، قال لك ليه نعلي على الناس، نكتب ارقام كبيره انا ليه؟ مش انا ماليش علاقة كمان بالمحامي. انا بتكلم شرعا القايمة دي شيء اصلا هو مش شرعي يعني. ليه مثلا اما اقول انا كابو بنتي ابو العروسه ووالدتها، احنا مثلا حالتنا الماديه صفر، وحد جاي يتجوز بنتي الدعوا في قايمه 700,000، انا كعب عزيز مثلا اتعامل معايا كده مثلا تمام، وهم حالتهم الماديه تحت الصفر او الى حد ما يا دوبك ماشيين امورهم. كتبوا 650,000 ليه؟ كتبوا 700,000 جنيه ليه؟ انت عشان تأمني حق بنتك او عشان تأمني مستقبل لبنتك؟ يعني يا جماعة القايمة بتاعتنا دخلت في مليون جنيه، دي في قرية. يعني احنا مش بنتكلم على رجال اعمال. معلش ثواني عامل انتظرني تليفون انتظرني سامعني؟ انتظرني. يعني احنا مش بنتكلم يا جماعة في رجال اعمال، ولا بنتكلم عن طبقة عالية. يعني مش بنتكلم عن طبقة اللي هي بتلعب في المليونات والكلام ده والمليارات. لا، احنا بنتكلم عن طبقة متوسطة واقل من المتوسطة. يعني بنتكلم عن قرى وارياف، وبنتكلم عن ناس يعني اغلب القرى لا يملكوا الا قوت يومهم. الانسان اللي معاه فلوس وقادر وعنده استطاعة انه يعمل اي حاجة وبيعملها، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. يعني واحد مثلا ثروته ما شاء الله معديه المليار مثلا، يعني ده يجيب براحته ويعمل براحته ويعمل اللي هو عايز يعمله، طالما انه بيخرج زكاته، طالما انه المال بتاعه بيطلع حقه. لكن احنا بنتكلم يا جماعة في ناس تقريبا يعني بيبيع كل اللي حيلته وكل اللي معاه عشان خاطر انه ممكن يعمل شقة. انت راجل ربنا رزقك ومعاك فلوس وكلام من ده، فرضنا اللي جاي تقدم لبنتك ده ما معهوش حاجه، فرضنا اللي جاي تقدم لبنتك ده رزق يوم بيومه مثلا يا استاذ سعودي. يعني انا ليا ناس في البلد في القرى شغلهم يوم بيوم. واحد منهم الاسبوع اللي فات والله واحد منهم الاسبوع اللي فات بيكلمني بيقول لي انا دخلت بيت الفلاني تمام، وقال لك هنرد بعد يومين. جه الرد قال لك لا عشان انت شغال وما عندكش المسؤوليه تشيل بيت وما فيش عندك مال كافي وكلام من ده. موضوع ان الراجل يشوف لبنته راجل يقدر يتحمل المسؤوليه، ده امر مشروع جدا في الاسلام. يعني انا معلش هو انا ما ينفعش ان انا اجي ادخل واحد بيتي يكون مش لاقي يعني مش حكايه مش لاقي شغل، لا مش عايز يشتغل. يعني في فرق بين انسان بيسعى وبين انسان ما بيسعاش. استاذ سعودي في حاجه اسمها بيقولوا الجواز عفه. طبعا الجواز طبعا تمام. انا راجل شغال رزق يوم بيوم تمام. ممكن اميل على اهلي، على حد من جيراني كلام من ده، حد من اصحابي هيساعدوني في المبلغ اللي انا اتجوز. مش معنى ان انا اتجوزتها خلاص هعيشها من غير اكل وشرب وكلام من ده. او في القرى بتاعنا في القرى تمام بيقولوا لك ده سكن. لا احنا ما بنسكنش بنتنا، انت قاعده من غير اكل، قاعده من غير شرب، بتتعاملي وحش
بالاخص يا استاذ سعودي، والله مش عشان والدتي، والله شايلاه من على الارض شيل، واخره المقابل اللسان الطويل والتربيه اللي مش مظبوطه وكذا وكذا. هو زي ما قلنا في الاول سبب الاختيار، اخطانا في الاختيار، بس هنعمل ايه؟ هو النصيب. عيشي يا بنتي تمام، ومالكين دعوه باخواتك، وبيتك تروحيه كل اسبوعين، كل 15 يوم، كل اسبوع، كل شهر، على حسب انت دورك في البيت او دورك مع مراتك هيمشي ازاي يا استاذ سعودي. معلش بس تمام؟ هو انا عايز اقول لك في النهايه ان كل شيء قدر وكل شيء نصيب ومقدر، ولكن خذ بالاسباب. خذ بالاسباب يعني ايه؟ يعني انا لازم اختار كويس، يعني انا اشوف الناس اللي انا هدخل عليهم لازم يكونوا على قدر كافي من الاحترام والادب، لازم يكون البنت على قدر كافي من الاحترام والادب، لازم يكون طب معلش اقطع حضرتك في جمله عشان جات لي دلوقتي. تمام، اتفضل. انا اعرف حد من البلد عندنا فضل خاطب سنتين. تمام، والله العظيم 3 الكلام ده حقيقي، والرسائل معايا حاليا. صدق. تمام، بيقول لك حبتني وحبتها وبص وخلاص وفهمنا بعض، يعني اكننا متجوزين واكتر من كده كمان. وصل لكتب الكتاب وموضوع القايمه، المبلغ طلع كبير، الموضوع اتفشكل في كلمه ونص. ايه طموحك كواحد انت كلمت بنت وخلاص وبقيتوا خلاص حلوين مع بعض وفهمتوا بعض وحبيتوا بعض لدرجه ان خلاص يعني كلمتين وتتجوزوا، الموضوع اتفشكل بسبب القايمه. انت ليه يعني فين دور البنت هنا مثلا اما بتقول لابوها يا بابا انا عايزاه، خلاص انت عايزاه مفيش مشكله، بس حقنا مش هنسيبه، حقك هنضمن حقك ازاي؟ المؤخر، الصداق، النفقه، الكلام اللي هم بيقولوا عليه، اللي انا ماشي فيه حاليا دلوقتي. تمام، طب انت عايز يبقى خلاص انت خطيب بنتك ده بقى واحد منك، بقى واحد منكم، بقى من العيله، من الاخر بقى من العيله طبعا. ليه اكتب عليه رقم زي ده؟ ليه؟ يعني ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها يعني خير الامور الوسط، ما فيش حاجه زي كده، لازم الدعه عشان ما تحصل مشكله، ما جايز ما تحصلش مشكله، ما جايز انت تدبر له مشكله، ما جايز حد من البيت عندك يدبر له مشكله وتنتهي بالطلاق، ولا ده مش كلام يا استاذ سعودي؟ اكيد طبعا، ده اللي ماشي حاليا وده اللي ماشي. تمام، وعمرنا كشعب مصري ككره بالذات، عمرنا ما نتقدم خطوه قدام بسبب بص يا باشا، انا راجل شغال في الحفلات واتعاملت مع جميع الملل، اقسم بالله اتعاملت مع الناس كلها، مع ملل، اي مله تخطر على بالك انا اتعاملت معاها. انا اعرف ناس اصحاب بيزنس ومصالح كبيره، تمام، جوزوا بنتهم اتطلقت بعد 5 ايام. مش هقول لك القايمه مكتوب فيها قد ايه، والعريس اللي متقدم ده برضه من رجال اعمال كبيره، قسما بالله الجوازه ما تمت 5 ايام. مش هقول لك يعني مبلغ انا ما اعرفش المبلغ كام، بس اللي انا شفته واللي انا سمعته تمام مبلغ عالي. احنا استفدنا من كل ده، استفدنا ايه؟ اما واحد صاحبي يقول لي يلا اللي طلقت بعد 5 ايام، يلا اللي ما نفعتش في الجواز، هل انا كراجل ليا شخصيتي مع الناس واسلوبي مع الناس ووضعي مع الناس، واحد زي واحد اي حد يقول لي الكلمتين دول، هل ده ينفع؟ جوازة مصالح، جوازة بيزنس نفعت، احنا بننفع معاها وبنطلع معاها وبنعلى معاها والبيزنس بيزيد معاها. طب سقطت ولا كأن حاجه، حد بيعمل مصالح ببنته؟ لا يا راجل يا باشا ماشيه، والله ماشيه في الموضوع ده، والله العظيم ماشيه، وسمعت كتير الحوارات ديت. اما تكون اما تكون والدك مثلا اسف راجل اعمال وعنده وابنك مثلا شبط في بنت، وهي برضو لها وضعها ولا كيانها مع اهلها وكلام من ده، وهم ناس عاليين برضو، وخلاص حبته عمل اللي عمله، خلاص انا مش عايزاه، اللي احنا استفدناه. انت فاهم قصدي يا استاذ سعود انا عايز اقول ايه؟ طيب اكيد انا فاهمك، والساده المشاهدين اكيد ان شاء الله هيستفادوا من كلام حضرتك. واللي انا عايز اقوله انه يا جماعه لابد اننا نختار صح. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه صح. فاظفر بذات الدين. زي ما الراجل ربنا امره انه يختار صح ويختار ذات الدين، زي ما برضو ربنا امر ولي امر المرأة او البنت انه يختار لها صاحب الدين وصاحب الخلق. اما بالنسبة للماديات فاعتقد انها كلها يعني للأسف الشديد والله يا جماعة مش هتنفع. يعني لو جوزتها لمين راجل أعمال والله ما ينفعها حاجة، والله ما ينفعها. انا اقولهم لحضرتك بس عشان ما نطولش على الناس، بس اتفضل. ماشي هي الكلمتين دول ونقفل. انت استفدت ايه اما بتودي عزال بنتك في 20 عربية
والدنيا والبلد كلها واقفه في فرح في عزال بنتك وفرحانين ومبسوطين، تمام. يجي بعد الجواز اتطلقت بنتك، العزال كله اتجمع في عربيه واحده، والكره عارفين بكده والمدن عارفين بكده. انا كراجل استفدت ايه؟ استفدت اهانه، الناس اتكلمت في حقي كلام وحش. استفدت ان لما حد يجي تاني لبنتي عشان يتجوزها، الجيران هيتكلموا يقول يا عم ده ما عاشتش معاه، يا عم ده حصل كلام، ده حصل. صح ولا غلط؟ طبعا. دي اخر كلامي مع حضرتك طبعا. واتمنى الساده المشاهدين يعني في الرد مثلا، يعني هو اي نعم كل واحد يعني كل شيخ له طريقه زي ما بيقولوا يا استاذ سعودي. انا المواضيع دي احنا شايفينها قدامنا على طول وبتظهر على طول قدامنا، تمام. نتمنى لو المواضيع الظاهره دي قدامكم برضو وبتشوفوها، عايزين يكون في ايجابيات وتعليقات، ان برضو ان غيرنا يشوف التعليقات ديت، وان المشاهدين برضو يكونوا يعني مش مبسوطين، يكونوا مثلا مستوعبين الكلام اللي بيتقال ومستوعبين الموضوع اللي بيحصل واسلوب الناس اللي بتتكلم. ربنا ينفع يعني ان شاء الله. اخرنا هيروح فين؟ فاهمني يا استاذ سعودي؟ طبعا اتمنى انه الناس كلها تستفاد، واتمنى ان ربنا يكرمك ويعزك ان شاء الله ويعوضك خير ان شاء الله يعني. وانا سعيد بحضرتك والله، وسعيد بالساده المشاهدين بتوع حضرتك، ونتمنى من حضرتك دايما من مزيد وازدهار ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم. السلام. اتفضل. سلام.